السلام عليكم، اهلا بكل حبايبي. يا رب تكونوا بخير واحسن حال. بتحبوا الجبنه القريش وتحبوا تعملوها في البيت بطريقه طبيعيه وجميله ونظيفه، بس طبعا في ناس بتخاف من اللبن عشان بيبقى مش مغلي. فانا النهارده هعمل لكم احلى جبنه قريش وباللبن المغلي كمان. يعني لو عندك لبن مغلي وحابه تعملي جبنه هتعملي اطعم جبنه وانعم جبنه. يلا بينا. انا دلوقتي معايا 2 كيلو من اللبن مغلي، وبعد ما تغليه بتحطيه في التلاجة لو حابه الجبنه خفيفه، وتاني يوم بتاخدي الوش منها وتبقى كده الجبنه معاكي خفيفه. لو انت حباه كامل الدسم بتسيبيها بالوش بتاعها زي ما هي، وبنضيف عليه كوبايه من الزبادي. وبس كده نقلب الزبادي مع اللبن المغلي ده، بس يكون دافي. يعني لو انت مطلعاه من التلاجة بتدفيه شويه، وتسيبيه بقى تغطيه وتسيبيه ساعتين او ساعتين ونص، وهيبقى بالشكل ده. ختم معاكي وبقى جميل. هنجيب مصفى وحاجه تحت المصفى، ونبتدي نصفي اللبن ده، والشرش بقى طبعا هينزل منه في الطبق اللي انت حاطاه تحت المصفى. وبعد كده هنجيب شاشة نظيفة، او لو ما عندكيش شاشة حتى وعندك طرحة خفيفة كده نظيفة ممكن تستعمليها عادي، وتحطيها جوه المصفى وتنقلي الجبنة بتاعتك في قلب الشاشة دي، عشان طبعا تصفي كويس وما ينزلش قطع من الجبنة مع الشرش لحد ما يصفي خالص. بتسيبيها كده كام ساعة تلاقيها ما شاء الله جمدت زي ما انت شايفاها كده، وصفت كل الشرش اللي فيها، ما بقاش فيها شرش نهائي، واتجمعت معانا الجبنة بالشكل ده. بعد كده بقى بنمسك الجبنة بتاعتنا كده، ونحاول نخليها بقى رول عشان خاطر تطلع معاكي شكل الجبنة القريش. لو انت عندك حصيرة وحابة تحطيها في الحصيرة بتحطيها في الحصيرة برضو في الوقت ده. لا طبعا، لا، انا حطاها من غير حصيرة علشان بس الناس اللي ما عندهمش حصيرة يعرفوا برضو ان هم ممكن يعملوا الجبنة بأي طريقة. بتلف الشاشة كده، بتلف الجبنة رول الجبنة بتاعتك رول كده في قلب الشاشة بالطريقة دي، وبتحطي رشة ملح حسب الرغبة، نص معلقة لو انت حباها ناقصة ملح. لو حابة تزودي الملح شوية بتزودي حاجة بسيطة. بعد كده بتسيبيها برضو في صينية كده ساعة او ساعتين تصفي اي بواقي شرش فيها، وخلاص بتبقى جاهزة معاكي. لو حابة تحطيها في علبة، مش عايزة تعمليها كده شكل الجبنة القريش وحابة تحطيها في علبة، بتحطي الشاشة برضو وتحطي الجبنة بتاعتك وتسويها كده جوه العلبة، هتطلع لك جبنة في قالب نفس شكل الجبنة الجاهزة بالظبط، لكن طبعا احلى واجمل بكتير. ما شاء الله شايفين متماسكة ازاي، وجميلة جدا جدا، طبيعية 100%، ما فيهاش اي حاجة صناعية خالص. وطلع معاكي احلى جبنة طبيعية في البيت، متماسكة وناعمة جدا في نفس الوقت وفي منتهى الجمال. وباللبن المغلي اللي مش بيحبوا الجبنة القريش، باللبن العادي اللي مش مغلي. خلاص كده طلعتي احلى جبنة، يا ريت تجربيها وان شاء الله تعمليها وبألف هنا وشفا مقدما. هتطلع معاكي جميلة جدا وبتاخدش وقت خالص، سهلة جدا. بتحفظيها بقى في علبة زي ما انت شايفة كده. ممكن تعملي لها محلول حفظ لو انت عاملة كمية كبيرة، بتغلي شوية مية بشوية ملح وتحطيهم فيها. لو انت عاملة كمية صغيرة بتحطيها في علبة عادي كده، بتحطيها في التلاجة وبتاخدي منها وقت ما انت عايزة. لكن لو عاملة كمية كبيرة عايزة تحفظيها في التلاجة بتعملي لها محلول الحفظ زي ما قلت لك، شوية مية وملح بسيط تغليهم كويس، وبعد ما يبردوا تحطيهم في علبة وتحفظي الجبنة بتاعتك وتحطيها في التلاجة، بتقعد معاكي فترة طويلة جدا. يا ريت تجربوها وان شاء الله تعجبكم بألف هنا وشفا. ولو عجبك الفيديو ويا ريت تعملي لي لايك، ولو اول مره تشوفيني مش مشتركه في قناتي اتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واشوفك على الف خير فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.